خدي هنا يا بت تعالي، حد يزعل انه تخن يا عبيطه؟ ده انت كده بقيتي مهلبيه اكتر. طب اغنيلك؟ هغنيلك. كل الناس خاسه الا انت بطه، كل الناس خاسه الا انت بطه، كل الناس خاسه الا. السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم ميرو مختار. النهارده بقى شايفين كده؟ ايوه كده، خلينا كده كل الناس خاسه الا انت بطه. بصوا بقى النهارده كده، صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. النهارده هنعمل سيخ شاورما الفراخ، انما ايه تحفه. بس نصيحه مني، اعملها بدري شويه، ما تعملهاش متاخر زي ما انا عملتها وكل قاعد مستنيني. ايه رأيكم في السيخ ده؟ يلا بينا ندخل على الطريقة. اول حاجة هنقول بسم الله. معايا كده كيلو من الصدور الفراخ البانيه، ممكن تستعملي الاوراق، اي حاجة موجودة عندك ممكن تستعمليها. تمام، هنقطعها كده. الصدر انا قسمها على 2 أو 3 على حسب حجم الصدر. شايفين؟ وغسلها ونقعها ومصفيها وكل حاجة. تعال بقى نعمل التتبيلة بتاعتها. معايا كوباية من الزبادي. البهارات بقى على حسب ما انتي عايزه، ممكن تحطي كمان عندك كاتشب حطي كاتشب. انا حاطه هنا نص معلقه من الشطه، عايزه تخليها حر اكتر تمام. نص معلقه من الفلفل الاسود. كمان دي مرق الدجاج فوريه، حاطه منها نص معلقه. عندي كمان توم باودر معلقه، وبصل باودر معلقه. الملح بقى والبهارات بتاعتك. ده بهار شاورما بيتباع جاهز عند العطار، ممكن تستعمليها وممكن تستغني عنها ببهار الفراخ. تمام. الملح بقى ممكن انا زودت كمان عليها دبس رمان. عايزه تستغني عن دبس الرمان استغنى عليها. عصير ليمون. لو عندك برتقانه ممكن تحط عصير برتقان، بس انا مكانش عندي البرتقان، او البرتقان اللي عندي كان سكر مكانش ينفع معانا في الوصفه دي. تمام، فعصرت مكانها ليمونه. كمان حطيت شوية خل. الليمون والخل ده بيساعد على ان الانسجة بتاعة الفراخ بتاعتنا تبقى طرية. هحط كمان معلقة كبيرة من الزيت، اي زيت متوفر عندك. هنقلب كل التتبيلة دي كده حلو مع بعض، هنقلبها حلو بحيث ان كله يتدخل مع بعض. بصي البهار بتاعك ده حسب ما انت حابة من البهار تحطيه حطيه. تمام، مفيش مشكلة خالص. بس جربي السيخ ده ان شاء الله هيعجبك. هو طريقة مختلفة عن الشاورما اللي بنعملها في قلب الطاسة. دي حاجة كده مميزة حلوة، زي ما بنجيبها من بره بالظبط. بس نصيحة مني، اعملها بدري شوية. انا كنت عاملاها متأخر فغابت في الفرن طبعا، على ما بتنزل المية بتاعتها وتنزل السوائل بتاعتها كل ده طبعا، وتاخد اللون الاحمر بتاعها. وعايزة كل شوية تقطعي منها وتدخلها الفرن، مثلا تحمريها تاني لو انت عايزاها تتحمر تاني. بصوا، هو تجربة كانت لذيذة جدا. فهنا بقى بعد ما قلبت التتبيلة مع بعض، هنزل عليها بصدور الفراخ وهقلبها. وممكن تعملي التتبيلة دي قبلها بيوم وتسيبها يعني ليلة في التلاجة وتصبحي تشتغلي فيها. هتبقى طعمها احلى وهتاخد طعم التتبيل احلى. انا سبتها لمدة ساعتين في قلب التلاجة الصراحة يعني. فعلى ما جهزت بقى التومية وجهزت الصلصة وخرجت رحت جبت حاجة وجيت وطلعتها. دلوقتي بقى هنعمل التومية. التومية بتاعتي ايه؟ يعني انا اول مره اعملها، انا بصراحه ما كنتش بحبها عشان بتبقى ايه طعمها توم كده ظاهر. فجربوا الطريقه دي وان شاء الله هتعجبكم. معايا كوبايه من الميه حطيت فيها فص توم. التوم عايزه تزودي فيها اكتر حطي 3 4 فصوص توم لو انت بتحبي التوم. انا عندي بس الولاد ما بيحبوش طعم التوم فيه، حطيت فص واحد، اكتفيت بفص كبير. تمام. هنزل هنا بمعلقتين من النشا، يبقى كوباية مية. هحط عليها معلقتين من النشا وفص توم. التوم ده حسب اختيارك انت، انا استكفيت بس فص واحد بس. ورفعتها على النار لغاية ما وصلت للقوام اللي احنا عارفين، القوام المهلبية ده. تمام. فصوص التوم، فص التوم برضه انا كنت قطعته كده يعني، بعد ما حطيته على النار ورفعته قمت مقطعاه تاني حلقات، وقمت حاطاه تاني فيه. برضو هيخرج برضو النكهة بتاعته، وسبتها لغاية ما تبرد. وهجيب بقى الخلاط بتاعنا وهشتغل فيها. تمام. اهم حاجة بس ان المهلبية اللي احنا عاملينها دي تبقى بردت خالص تماما معاكي عشان تدينا القوام المتماسك بتاعها. هجيب بقى هنا الخلاط بتاعي وهنزل بيها بالمهلبية بتاعتنا اللي احنا عاملينها. وكمان هنزل ب4 معالق من اللبن. هو تقريبا يعني كده يعتبر ربع كوباية من اللبن. عايزة تبدلي اللبن بزبادي تمام، مفيش مشكلة. انا كانش عندي زبادي واستعملت اللبن. اللبن بتاعنا اللي احنا مستعمله كان جاموسي، فاعطلنا القوام الحلو واللون البياض الشاهق كده. هنزل كمان بمعلقة من الخل، وعصير من الليمونة، ومعلقة من المايونيز.
عايزه تستغنى عن المايونيز تمام، مفيش مشكله، مش هيأثر معانا في الطعم، بس المايونيز هيديلها نكهه حلوه. والملح بقى على حسب القوام اللي انت الحدق بتاعك اللي انت عايزاه. هضربهم بقى في الخلاط حلو كده، هستناها بس لغايه ما تنعم معايا، وهنزل بنص كوبايه من الزيت. شايفين بتنعم ازاي؟ بجد اول مره اكل توميه وابقى مبسوطه منها، اللي انا كنت عاملاها كده دي، اللي انا انما اللي بتيجي من بره بصراحه بتبقى طعمها توم كده فظيع جدا. هي انا عارفه اسمها توميه، فما كنتش بحبها بسبب طعم التوم. فجربوا الطريقه دي ان شاء الله هتعجبكم. فانا عن نفسي عجبتني وعجبت الاولاد. تمام، هنزل كده بنص كوبايه من الزيت، سرسوب سرسوب كده لغايه ما ناخد القوام الكريمي بتاع بتاعه التوميه اللي احنا كلنا عارفينها. هتلاقي كده الخلاط كده صوته عمل معاكي، فتوقفيه ولفيه كده، يعني ادها ضربة كده بس بالسباتيولا او بالمعلقة، بحيث ان هو واضربها تاني. شايفين القوام بتاعها؟ بجد كانت تحفة جدا، جربوها وان شاء الله هتعجبكم. ده هنستعملها برضو مع الشاورما. شايفين هي بس هتتحط في تلاجة هتمسك معانا. هو بس ما تفكرش ان هي تبقى سايله كده، لا، هي هتحط في التلاجة وهتمسك معانا. هنرجع بقى للشاورما بتاعتنا وتتبيله الفراخ اللي احنا كنا عاملينها، طلعناها من قلب التلاجة. وهنجيب بقى عندي هنا بطاطسايه. البطاطسايه هحطها كده جوه طاجن، ممكن مش عندك الطاجن تقسمي البطاطس بالنص كده وتحطيها على الناحيه اللي احنا قاسمينها، وتوقفي فيها بقى سياخ الشيش طاووق. السياخ الشيش طاووق ده انا كنت نقعها برضو ساعتين في الميه، بحيث ان هي ما تتحط في الفرن ما تتحرقش مننا. هغرزها بقى كده في قلب البطاطسايه شيش العصيان دي بتاعت شيش الطاووق. العصيان دي اللي هي ايه، مش الرفيعه، لا، التخينه شويه. شايفين؟ حتى شايفينها في الكاميرا، شايفين حجم العصايه تخين شويه، وكان العصايه كان كبير كمان، ده انا كسره منه حته بحيث برضو ان ما تبقاش عاليه في قلب الفرن. هي كانت عاليه الصراحه في قلب الفرن. هجيب بقى عندي هنا صدور الفراخ وهبتدي احطها كده، انزلها في قلب السيخ زي ما انتوا شايفين كده، ونحاول نوزن ايدينا بحيث ان هي ايه ما تقعش مننا. يعني انا كنت بحط في جنب واحد لقيتها بدأت تميل على الناحية التانية وبدأت تقع مني، فلا حاولت ان انا اوزنها كده بحيث ان هي تبقى واقفة مستقيمة، ما تتهزش منك وانت بتعمليها، او انت بتدخلها الفرن تبقى واقفة ثابتة. شايفين؟ بنزل وبضغط لتحت كده بحيث ان هو يبقى كله ضاغط في بعضه. بتوع بقى المطاعم دي طبعا دي شغلتهم، بيعملوا سيخ ما شاء الله كبير، يجي 20 كيلو ولا حاجة يعني. شايفين؟ طبعا كانت جميلة جدا. فهنا برضو همسكها فوق السيخ كده، انا لما لقيته كده السيخ كده خفيف غرست فيه كمان سيخ، فهحط بقى من فوق همسكها ببصلايه. البصلايه كانت جامده مش عارفه انزلها، فوقفت الكاميرا وبقيت انزل جامد فيها كده على اساس ان هي تنزل معايا وتمسكها، وقامت وقع مني. وحطيت كمان طماطمايه بتدي طعم حلو للشاورما مع البصلايه، بجد كانت رهيبه. شايفين؟ هدخلها بقى الفرن كنت مولعه على درجه حراره 200. هدخلها على فرن سخن وهسيبها بقى على درجه حراره عاليه. وممكن على فكره تشتريها وتحطيها كده، تنيمها كده على ورق سلوفان وتسيبها مع بعض وكل شويه تقلبيها. شايفين السيخ؟ بجد. واعملوا بقى سندوتشات وعيشي انت واولاد الجو بره، ودي حاجه نضيفه انت عاملاها في قلب البيت. اتمنى النهارده لو الفيديو عجبكم ما تنسوش من لايك وشير وسبسكرايب للقناه. في نهايه الفيديو اترككم في حفظ الله واقول لكم باي باي.